واش عارف اش كيوقع لجسم الانسان الا تعرض لاشعاع نووي؟ اجي نعرفوا الحقيقه. بلا شك غادي تكون سمعتي مؤخرا على تهديدات وتجارب وكذا تسريبات في المفاعلات النوويه. الحاجه اللي خصنا نعرفوها واللي كيجهلها الكثير منا وهي انه الخطر الاكبر كيبدا من بعد الانفجار ماشي قبل. اول حاجه كتوقع الانفجار كيبدا ينتشر بسرعه رهيبه، ماشي بحال الضوء العادي. هذا الاشعاع كيخترق الارض، الجدران وحتى جسم الانسان. يقدر يدخل للجسم ديالنا عن طريق المسالك التنفسيه ولا حتى عن طريق الجلد، وهنا كيبدا يخترق خلايا الجسم بحال شي رصاص صغير. كيضرب في الدي ان اللي هو البوصله ديال كل خليه. الخلايا كتبدا تتجنن، فبعضها كيموت والبعض الاخر كتحول لخلايا سرطانيه. بانوا اعراض خطيره جدا مثل غثيان، تساقط الشعر ونزيف حاد. الناس اللي تعرضوا لكميه كبيره من الاشعاعات كيبانوا اعراض جداد وكيموتوا مع الاسف. الحمايه اللي نقدروا نديروها هو استعمال اقراص اليود اللي كتساعد الغده الدرقيه، اضافه الى الدروع الرصاصيه اللي كتمنع دخول الاشعاعات. كاين استعمال ايضا الملاجئ اللي كتكون امنه الى حد ما. كاين الا وقعت كارثه نوويه كبيره فراه الوقايه كتولي صعيبه بزاف. شي علاش الدول كلها كتخاف من النووي، ماشي غير من الانفجار ولكن داكشي اللي كيجي من بعده. تلقاو الاخوان الاشعاع النووي خطر صامت. وصلتي لهنا ما تنساش تشارك الفيديو مع الناس اللي كتبغي. ولينا في التعليق واش العالم مستعد لشي كارثه نوويه ولا لا.